لو اخترت تتجوز سيدة بتشتغل فلازم تتقبل إنها مش هتقدر تقوم بالمهام المنزلية بنسبة 100%، ولازم عليك تساعدها زي ما هي بتساعدك. لو اخترت ربة منزل بتقوم بواجباتها وبتهتم بيك وبترعى أطفالكم، فلازم تتقبل إنها مش هتقدر تساعدك في الدخل، وإن ليها عليك واجبات وحقوق لازم توصلها بدون إذلال أو معايرة أو حتى تقصير. لو اخترت سيدة خاضعة أو طائعة حبا ليك وتنفيذا للأمر الإلهي، فلازم تكون عارف إنها تعتمد عليك في كل حاجة، في كل قرار وكل خطة وكل أمر وكل إذن. ده ممكن يكون متعب بس أنت اخترت. أما بقى لو اخترت سيدة قوية ليها رأيها وبتحس إنها بتناطحك في كل حاجة، فالحقيقة هي مش بتعارضك ولا بتعاندك، هي بس بتعبر عن رأيها. فالحل في المشكلة دي هي إنك تسمع لها وتشاركها في كل حاجة. الموضوع ده ممكن يخلق مشاكل، بس دايما خليك فاكر إن أنت اخترت. اللي عاوز ملكة جمال في البيت لازم يقدم لها الدعم اللي بتحتاجه علشان تكون كده، لأن الحاجات دي أكيد بتحتاج مصاريف إضافية كتير جدا. والسؤال هنا، ما هي هتجيب منين؟ مش معقول تكون عاوز لمبة بتنور وانت قاطع عنها السلوك. مفيش سيدة كاملة، زي بالظبط مفيش رجل كامل. احنا بنكمل بعض بالاحترام والتقدير والتفاهم، وان اهدافنا تكون واحدة، بالسكينة اللي بتتحول لمودة، والمودة اللي بنرتقي بيها علشان تكون رحمة. لكل سيدة مميزات بتخليها متفردة ومتميزة، فالأولى إنك تركز على الحاجات اللي بتجلبها لحياتك أكتر من التركيز على الحاجات اللي هي ما تقدرش تعملها ولا تقدر تقوم بيها لوحدها. بقولك الكلام ده لأن القصة مش قصة يوم أو يومين، ولا إنك تهرب وقت ما الموضوع ما يعجبكش خلاص. بقولك الكلام ده لأن الموضوع مش بس أوقات حلوة، لكن القدرة على إننا إزاي نستحمل الأوقات الصعبة مع بعض. خليك صادق مع نفسك واسأل نفسك الأسئلة دي في البداية: أنا محتاج إيه فعلا، وهقدر أتحمل ده ولا لأ؟ اختار صح من البداية قدر المستطاع، علشان كل اللي جاي بعد كده يكون لاتنين مش على اتنين. خد وقتك وفكر كويس، لأن ده قرار كبير جدا، وعلشان تكون منصف فزي ما تطلب من الطرف التاني قدم له. ساعتها بس السكينة والسكن والمودة بإذن الله يتطوروا ويكونوا رحمة. ما تعتمدش في القرارات المصيرية على الشهوات ولا الملذات ولا على أوقات الفرح بس. فكر كويس وخليك متزن علشان ما نفضلش نلف في نفس الدائرة. سلام.